بصي المقشات الموجوده عندك، عايزه اقول لك هتحلي اكبر مشكله بتواجهنا كلنا. اي مقشه عندك قصيها بالشكل ده، فكره هقول لكم عليها حلوه جدا هتعجبكم. كمان منظر الفرن بالشكل ده، ولو انت بتشوي سمك اي فراخ اي حاجه مش هتشوفيه تاني ان شاء الله. وهقول لك على طريقه حلوه جدا لتنظيف الفرن، وكمان حطي الشراب في الازازه. فكره بجد يا ريتني عرفتها من زمان. تابعوا الفيديو للاخر، مليان افكار هتعجبكم جدا. لكن ما تنسوش اللايك يا حلوين. يلا ونبدا بالفكره الاولى معانا. لو انت عندك شعر موجود على السجاد، موجود على السيراميك، طبعا لما نيجي نشيله بالمقشه، المقشه بصراحه بتملي شعر، ما بنعرفش ان احنا نشيل الشعر ده. هقول لكم على فكره حلوه هتريحكم جدا من المنظر اللي احنا بنشوفه في المقشه ده اللي موجود في الشعر. هاتي كيسه عاديه خالص وحطيها في المقشه، ووقت لما يكون موجود شعر ومش عارفه تعمليه، انت اعملي الفكره دي بقى. حطي الكيس في المقشه وشيلي بقى بيها الشعر كده، المقشه بتاعتك هتكون نظيفه خالص. ولو كنستي بيها اي اوضه اي سجاد مش هتلاقي الشعر ده خالص. فكره حلوه جدا. وشيلي بالمره الشعر في الكيس اللي موجود في المقشه. شفتوا المقشه زي ما هي نظيفه اهي لما تيجي تشيلي بيها الشعر، او ما تيجي تشيلي بالكيس الشعر. لو عجبتكم الفكره ما تنسوش اللايك. نيجي بقى للفكره الثانيه. الفكره دي بقى حلوه جدا لو انت عندك الشرابات بقى وبتيجي تدعكي بقى ايدك. بصراحه ايدي بتوجعني جدا من الحركه دي اللي هي موجوده قدامكم دي. ايدي من اليمين والشمال بتتعبني جدا. فانت هاتي اي ازازه موجوده عندك بالشكل ده وحطي الشراب فيها. وعايزه اقول لك بقى هاتي صابون بقى والكربوناتو والحاجات اللي بتنظف الشرابات دي، ودعكي بقى. بصي من غير ما ايدك توجعك خالص، من غير ما تلمس الجلد. لو انت عندك حساسيه من المنظفات، لو الشراب ما بينضفش في الغساله، الفكره دي بجد يا جماعه رهيبه وان شاء الله كده هتعجبكم. يعني بصوا بتنظف الشراب بكل سهوله. هاتوا الفرشه دي بقى 3 منها ب10 جنيه، هتساعدكم جدا. نيجي بقى لفكره الفرن دي. فكره حلوه جدا. انا كنت شاويه سمك هنا وبصراحه بوظ الفرن خالص وبهدل لي المكان. يعني بصوا الفرن من يمين وشمال نضيف وشكله حلو، لكن من تحت كده كان متبهدل. انا بقى نظفت الفرن وجبت ورق سوليفان. وقت بقى تاني يوم كنت عامله ايه فراخ مشويه. علشان بقى ما كررش حركه السمك دي، جبت بقى ورق سوليفان وفرشته في الارضيه وحطيته كده بالشكل ده. لكن في فتحه من الفرن كده خلي بالك منها، لازم تكون مفتوحه ما تغطيهاش. حطيت بقى الفراخ بالشكل ده، وبعد ما خلصت شلت ورق السوليفان. شفتوا كان متبهدل خالص ازاي؟ ده كان المفروض يبهدل الفرن. فبصوا شكل الفرن من تحت حلو جدا، هو بس كان متبهدل من قبلها بيوم وكنت لسه ايه هنضفه. لكن احلى حاجه فيه ان هو حافظ لي على ارضيه الفرن. وحقيقي يا ريت عرفت الفكره دي من زمان. الفكره اللي بعد كده، لو انت عندك ليمون وعايزه تحافظي عليه، هاتي شويه رز. ايوه معلقه رز كبيره كده. على فكره سمعت ان الرز بيشيل الرطوبه اللي موجوده في الليمون. على فكره في كمان طريقه تانية غير الطريقه دي، ممكن تحط الليمون في الميه وتغطوها بالشكل ده في العلبه كده، هتحافظ لكم على الليمون اطول فتره. نيجي بقى لفكره المقشه. لو انت عندك اي مقشه قديمه وما بتكنسش حلو بقى وما بتنضفش، هاتي كل المقشات اللي موجوده عندك وقصيها كده. عايزه اقولك وانتي بتكنسي بعد ما تقصي المقشه، يعني هقولك ايه بقى، المقشه كانها جديده. هتشيلي بقى كل الحاجات التالفه دي طبعا نتيجه الكنس، وهتركبي المقشه. بصوا حتى يعني شكلها الطراطيف كل شلت كل الطراطيف الموجوده الوحشه. ولما جيت اكنس بيها بصراحه كانها لسه جديده كده وخفيفه كده وجميله كده في الكنس. جربوها وان شاء الله هتدعولي. الفكره اللي بعد كده بقى، لو انت عندك قشر بيض وكتير كده، هتجيبي الخلاط وتحطيه بالشكل ده. وهقول لكم الفايده، فايدتها ايه يا بنات؟ ان هي عارفين السكين بتاع الخلاط هيحمى جدا. وكمان في طريقه تانية، لو انت ممكن تحطي ورق الالومنيوم وتحطيه في الخلاط برضو. انا كنت عملت الفكره. جربوا الطريقتين سواء قشر البيض او الالومنيوم وان شاء الله هتعجبكم. فين اللايك بقى يا حلوين؟ الفكره اللي بعد كده بقى، لو انت عندك صينيه وعايزه تحطي فيها ورق الزبده بالشكل ده، طبعا دي طريقه غلط جدا وهقول لكم الطريقه الصح. هاتي كده قلبي كده الصينيه وهاتي ورق الزبده واعمليها زي ما انا بعمل في الفيديو بالظبط. انا مش هعرف اشرح، فانتوا ركزوا كده في طريقه اللف كده. ولفيها بالشكل ده ورق الزبده وتحطيها في النص بالظبط، وتقصي بقى الزياده. يعني هتحطي الطرف اللي تحت ده في النص وتقصي الزياده بالشكل ده زي ما انا عملت في الفيديو. هتطلع لكم بالظبط مقاس الصينيه. جربوها وان شاء الله هتدعوا لي. الفكره اللي بعد كده بقى، انت لو عندك شويه تراب كده ومش عارفه تشيليهم، حتى لو انت مثلا موجود
لو انت بتشيلي في الجاروف برضو بيبقى فيه تراب، هاتي شويه ميه وفوطه كده والتراب ده كله هيتشال في ثواني. عايزه اقول لك الفكره دي حلوه جدا، بدات ان انا استخدمها في الفتره الاخرانيه، بتنظف السيراميك خالص وما بيكونش موجود اي تراب. لو عجبتكم الافكار ما تنسوش اللايك يا حلوين، واستنوا الفيديو الجاي تجهيزات رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين. الفيديو الجاي بقى هعمل لكم كل الطرق بتاعه رمضان ان شاء الله، ازاي تعملوا فوانيس، على فكره ده انا عاملاه في البيت، ازاي تعملي الهلال في البيت، ازاي تعملي ركن الصلاه. ما تنسوش بقى اللايك والمتابعه وشير. يلا والسلام عليكم.